هيا القري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو كم وترو أبزوريا علم كم دما أب كبابينا أب كيه بحري مسكيه بحري أبزر راخد مسمرنا ينقدي زفتر زلو تسقمات نعوز دهسس كونتاتن معبالتاتن بحاجة كنرينا متشم كم معلتنا معلتي قداينا يكيه بحري إن نهاري أتوكرني على الناس حبي تاوزلو تتصاميت دما ناقص عليه زخيزلو حجون انتخونه حوتي بتي مسنا بدي أمريكان عند إنجليز زقبر وتدقاقامي مدقعتي كي تدهلو ماليسوم مدقعت تاجميرهم كم زلون حلف حليفهم نابنا أمريكا حيلي وتهدرا حيلون أتوكيروم يدقعو لو ترايد يكونس ندم على زبل زربا تزاريبا مالو بنتعرو بقمت قالوا دما بايدن ون بريزنتنا أمريكا مالتيو نتقعم دال نمبر كنسعرهم ساين خلنا زلنا بمبال تعمين اللهم سمعين انتي سلامتايكم قبل كيلو الزيك كنتات زي دما نابي كخيد خل نتن ابقى بحر زلو هاجرات دما كمي غير خصل ونخل حيل بحرنا يرترا ابز كنتات زي انتي منقسقاس كجبر خل انتي بدهوتات هلو وي دما بخمي ينقسقاس ابز كنتات زي تمكرناتهم كغلصو خلو دما زغلص حبريت علني سلازي سويدن حدا عبي متنققتان هزبا هيبالا ازي دما نملو ايروبا نبر زلنا هزبي حدا بحدا كتصلونا زخل كونتاتيو بزيا بزح حبريتا زلوايا لا يقبروا عقل غيركم تخيتكم عم منقدما نهيوت زخون نهيوتنا كحجز زخل ابزواني زخ دغمنا زخل مخرتات كفتني. Let's start with this one first. Houthi attacks in the Red Sea remain undeterred even as Western forces continue their strikes against the group. The latest U.S. Central Command forces struck 3 Houthi anti-ship missiles. The missiles were allegedly aimed at targets in the southern Red Sea, preparing to launch when the strikes were undertaken to disable them. So, عربيان هجرات أمريكان مشاركتان بتدقاقامن حوتي أبتي أقداس علاماتات نحرمولنا نتزدلي منقسقاس ويكا مدقعة نخي قبرو زخل كل سقمتات نقبرا لنا يمزولو زولو أطم حوتي جن of course again نا أمريكا حيلي نا عربيان حيلي أقالي الكازر ري كونان زولو مع موت هدراو بقعات كقبرو زغلو عنوات أقالي لزريو يلن بزع عنوات كقبرو خمزغلو أب كالكي كنا بغازا نريو لنا نا أمريكا أصوار تعينت عنوات نحد كتما زنبرع وش حتصير جزية كما يجي خدم السقم زغل نزغ قبرو خمزغلو الساعات يلن نتي زقبر زولوك ألسي ويكانتنا وتهدراو عاقمي ويكاناي مكلاس عاقمنا حوتي كتاليو تخلدو يتحدو تقند علامة دمسي كونيرو جزان مكتسال ويقال نجر مهرام تخينو أب عراقنا بأفغانستان وغيروميم من 10 عامات بأفغانستان غيروميم أمودا تاجن توم طالبان نعم كانوا وسينا لهم تهاندهم زاتو أبزوان أفغانستان طالبان يمزو محضروا زلو تمساسال إجان كنتاتن أب حوتي أب يمن كقاطم مخانو دما زي كمردو جينا نصدو بايدن كمخلو خلق سمايا. Posting on X, the U.S. CENTCOM confirmed that the strike took place around 7 p.m. local time on January 19th, with the 3 missiles posing a threat to merchant vessels and U.S. naval vessels operating the region at the time. The strikes are the latest amid growing tensions in the Red Sea from maritime attacks by the group on commercial and military vessels that have disrupted global trade and raised fears of supply bottlenecks. White House spokesperson John Kirby confirmed the strikes. So كم رياض لنا أمريكا قبل ملتي وأمريكان الإنجليزين قبل ملتي كبا خلوا ما مليسو نتي مسمرنا ينقدي أنك بدو يزخيزلو أوروبيين دما تردي وما لبزوانزي سلزي تزعبي يكسارة من البات زا جيمزيا تبغى يرمي مزفلتوا أوروبيين حجت مسمرنا ينقدي تزنو حنا أوروبا تكتما يتنايك عبارة معزة من أوروبا عبيد أجمع فترة لهم نإكسبورت ناتهم كمون نإمبورت ناتهم نإسيا عبا قداس داعي ترجمنا لهم تشاينا ترايسي حدا عبي داعي أبتكو هند له جابان له ساوث كوريا له سنغافورة له كالو تايلاند له فلبين له أستراليا له زيهم كلهم هجرات بقى بحر بقطع نخل قديف كادما ندادي موتورنا من كساسنا يكون طبعا أوروبا على من زخون الندادي كما كلا يبرغي بزحف زي زمت سلازي الزخول بقى بحرك النزخيد بيد أفريقيا تحت تقيدوا إن أوروبا كتا قدام يتسألوناتا إنفليشن ويكا زغبابنا يكون طبعا يزبها زخا معناته نوح من قدس له زخود زلو تواجهات كنهريو
نتنا يندادن نتنا يقعزون إنشورانسن نابانا سلوز حلفو كملا ساينا زيا بزحت الريبورت سلزلنا بزياس كنسكا. Military has confirmed that Houthi rebels launched missiles at an American-owned cargo ship off the coast of Yemen on Friday morning. The US Central Command claims the vessel was not hit, but the Houthis say otherwise. نفذت القوات البحرية So مبزحت جزء أمريكان مشاركتان أي تحرمنان متقعتاي وردن قال مليلهم كشفافن وخمسة فتن وتستعول لكم حتجن أتكعنا نحرم علينا يمزبلو زلو سلازي يتمسمر بسنك الزد ماي كبيت خون زلو. Naval forces have carried out an operation against the U.S. vessel Kim Ranger in the Gulf of Aden using a number of naval missiles. Thanks to God, the hit was precise and direct. The Yemeni armed forces emphasize that responses to American and British offenses are inevitable, and any further offense will be met by retaliation and punishment. It comes a day after American forces launched a fresh round of strikes on Houthi targets inside Yemen. So comes in the Riazalana, T Harime Bil, Hati, I Haramnanable, Etimatkati Gutzel, Etimitafnani Gutzel, a Mongo, a Manalbatana Hilla Karek makes Zentarhiba, Zom Huti, Zolom, Missailat. معناتكم قرابتنا زلوم وتهدروا عقمن زلوم مسائلاتن انت عينت عقمن لو كن رينا نشر فيديوهاتنا سلس 4 دقائق اكزاكتلي كواليتي نايتي اصوارناتهم تاع كم زمسل بكيلاتاتنا تقلص خلو سلازي اتم حوتي حرينهم تنسيون كم زلو از دما كتعرم زيا بزيا سمعوا سوري زيا كسمعكم الى متين The Houthis. The Western coalition assault came in response to Houthi attacks on cargo ships linked to Israel over its assault on Gaza. President Biden says the US will keep bombing Yemen, despite failing to deter the Houthis after a full week of strikes. Are the airstrikes in Yemen working? Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes. زيادة ربازيا زيادة زبالاتي بعالم ملو مزاربيت كوينا الله انتهي لهم حتى تومن بايدن اسكي إذا كله متقعد تقبروا وزلهم عب يمنسي يسرح دلو إلى ما حتى تومه يسرح له مالسي نتيف تجب حركة في توده نحوتي عجيس ومن مالت كنت حرقينه مالتكم تحرقينه نو يسرح يلن كقصل لي تدبداب تقينه جن أوه ثلاثة مالتي إلى ما أمريكا مدبداب يسرحها بديهم لهم كامبانيات ناتهم عبدبداب دامبر تعود أي تتعود يسرح أي قدسومني مغنياته نفسه كف دبداب مخصب سلزلو ونعتاتهم زيادة ما تاجي من أمريكا بصحتنا أوروبا أبالتنا بارليامنت ويكابايتنا أوروبا نزا زربازيا أب تويتر شير جروماني روما بيكس مالتيو سلامتاي أمريكا مولع حومبر كتودن كودان كيودانا يقدسومني actually استراتيجي endless war تطو زي بالوق يوم زدليو سلامتاي تطو زي بالوق مخصب سلزلو هجي تسألواناتو نعاين نعاخاتكم أبجبانا أبهيوتنا انتهي يمثل. A new crisis is brewing and it impacts you directly. The cost of your groceries will go up, the price of fuel will go up. If you're in the manufacturing business, supplies of your raw materials could get delayed. If you're waiting for that special parcel from overseas, you might have to wait longer. Do you know why? Because global shipping lanes are in crisis. International trade has been disrupted. Most of the goods... So, انت تبلالا زوجز أبكي بحر تقبر زلو من البات مسعوتي أبكي بحري إيرتراب تقول لنا بخومت راي كونن تسألواناتو نفسه كفسب بفلا بأوروبا أمريكا زلوون زبزح نبرتنا أمريكا بقى بحر جيريز مصوم كابيسيا ماجن مبزحتو نبرتنا عالمنا مخاين ديو إلكترونيكس تيجالي أبيسيا يزفرلي تبدهم لهم كاب أوروبا أو كاب أمريكا فريز ماتيا لما تزحك زي ولا تن كامباينتاتنا أوروبا يخونا مخاين أوروبا نابنتنا جرمن مبزحت المخاين كابين زمتا كاب تشاينا فابريكاتاتنا تشاينا مدهانيتنا أمريكا زولكم زلو فارماسيوتيكال كنينا وكل زخول مدهانيتنا كامباينتات أمريكا زفريو أب تشاينا يتسرح سلازي فارماسيوتيكال إندستري مانيفاكتشرينج ناتوي كات فابريكاتاتنا زبزحي أب تشاينا يزلو سلازي ناي كهبهار معزاو أمريكا لك كم أوروبا يتسألوا كابنا أبوجن أتي ولا بدوب أفريقيا غيرو تخيلوا أتمنى نبى أمريكا يقرب كابنا أوروبا is a disaster تزغبري أتي أزعبي inflation أوروبا يكون أتزغف دما نبى الهندي نتهم إكسبورت زجبرو هندي كالوتون أتزجد داي مهنتو نبرتهم سلز خبرة بعلاقة big losers يوم ساتهم. that we use all over the world are transported through ships, and those ships are struggling to reach their destinations. Why? Because their routes are fraught with challenges. We're talking about the world's busiest shipping lanes, the Suez Canal and the Panama Canal. Both are in disarray. The Suez Canal is caught in a conflict zone. The Houthis are attacking ships in the Red Sea, so they've had to divert. Trade volumes through the Suez Canal are down. They've fallen by 40%, 40. What about the Panama Canal? It faces a different problem, climate change. The canal is drying up. There is a drought.
And that has led to traffic jams. So fewer ships are passing through Panama. And the result is this. We have two major choke points. The Suez Canal handles 12... نتازلاتا توسختا كم زبهال اتيني مسمرنا ينقدي ويكا جلوبال شيبينج لاينس زبهال مسمرنا ينقدي بمراخب تزعبي يتصقم ابقي بحري اقاطي موكنسو بسنكتنا يكون تازلو مالتيو كاوز قدد دما ابت باناما كانال زبهال دما 5% نقدنا يعلمنا زو حلفلو ابوخا بسنكنا كلايميت اتماي ابتو ابزلو تبحري سلازي تحت قصو سلازي ورده خول ماي سلازي يبلو مراهب كم زقباك حلفاي كعلان سلازي نتازلاتا وتوسختا دما بتني ودما كاب امريكا كاب سمين امريكا خمتصل كاب كالي كاب هجرات اسيا دبو امريكا خمتصل ويغنا ابو خيزخل زنبر دما بسنك زناي كلايمت تشينج اتماي او زلو سلازي وحده اتكنال كم زدلي يسريها لنا سلازي كلتا عبيت محنقوتات نتي نقدنا علمنا disturb gear والله ويربش والله place like جبرو التشانل يحجز percent of global trade, the Panama Canal another 5%. Now the movement of these goods stands disrupted. And these shipping lanes are the lifeline of global trade. It is thanks to them that supermarket shelves get stocked and parcels reach your home. More than 80% of international trade relies on working sea routes, so disruption affects everyone, including you and me. Let's look at some goods that are shipped around the world. Electronics are a major export. And who's the biggest maker of electronics in the world? China. It's a major hub. And who are the biggest importers? So كردعنا دلو كباب 8% نقدنا علمنا تنبرت نتقعمل زلنا ببحري زنقساقس بمراخب زنقساقس لازم نفرتي قال له قال لك ترجم يبلونا نفرتي نكبور وحد نجري نسبيا قال ملنبر تزعبي نقدي ببحريو ناي بحر مسمر كه بحر دما 17% قال يوم 17% وني بلوين اقدر سنزلو نقديو ناي تريليونات التريليونز تمن نقدينا نزارب لنا لذي اذا مسمر زي مبلشاوي الكترونيكس بس حبي يتسرح زي العالم اب تشاينا يتسرح من يخذ تكملوا امريكان يوروبانز بس حقسي The United States and Europe. How do they get their electronics? Through the Suez Canal. So what happens when there is a disruption? When ships carrying electronics from China cannot reach America and Europe, there will be shortages, and that could lead to higher prices. And which other goods could be impacted? Clothing and footwear from South Asian countries like Vietnam and Bangladesh, spices and coffee from Southeast Asia, food items like bananas and avocados from Latin America, and dairy products from Australia and New Zealand. All these goods depend on steady shipping lanes. What happens when supplies are disrupted? The same outcome: more shortages, higher prices, eventually more inflation. And we've seen all of this in recent history. In 2021, the Suez Canal was closed for 6 days. A container vessel had got stuck there. Daily trade came to a halt. Trade worth $10 billion every day halted. And this happened when the pandemic was at its peak. So the disruption... So, إذنك دزي بزي زي زخانة يقول خونا يكلني مخنياتو مبزحتو هيوتنا مثل معربة وعلم زلنا هيوتنا كاب استفل عليه حجرات بزمت نبرت تستسنييو. ስለዚህ በአውሮፓ ተለኻ ውሑድ ነገር ካብ ትነብረሉ ዘለኻ ዓዲ ዝበዝሕ ነገር ዝተፈላለዩ ንግድታት ተጠናኒጎም ዝፈጥርዎ ህይወት እዩ ስለዚ ናይ መስመር ናይ ንግዲ ምዕፃው ማለት ትዝኸፈ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት እዩ ነቲ ዋጋታት ድማ ብቐሊሉ ከንህሮን ከኽብሮን ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝኻ ካብ ሓደ ዓብይ ኢንፍሌሽን ወፂና ናብ ፅቡቕ ገጽና ክንከይድ ንኽእል ኢና ኢሉ ቁጠባ ሴንትራል ባንክስ ነቲ ኢንትረስት ሬት ከጉድልና ፈተኖ ከሎ ዝገደደ ኩነታት ኣጋጢሞ ኣሎ እዚ ኩነታት ንከይተሃዳዳእ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ድማ መን እዩ again እቲ ናይ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ዘለዋ እስራኤል እንድያ ትሑቲ እኮ ንእስራኤል ጠጠው ንኸተብል ተባሂሉ ዝተገበረ ስጉምቲ ነይሩ እንተኾነ እስራኤል ንማንም ትሰምዕ ሃገር ኣይኮነትና ኣሜሪካ ዝበልዎም ክንሰምዕና ሕጂ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ መበገሲ ናይቲ ፀገም ኮይኖም ዘለዉ እቲ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ እዩ እዚኣ ናራኹም ፅንሑ we are going to continue with the next video. I mean, we've been taking shots as needed, including this morning. While 3 anti-ship cruise missiles were sitting on the rails ready to go, and we knocked them out before they had a chance to launch them. We also designated the Houthis as a specially designated global terrorist. That allows us some additional economic levers that we didn't have available to us before. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ እገዳን ፀቕጥን ኣብ ልዕሊ ሕቲ እናበርትዐና ወሰኸን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንተኾነ ንሱ ኣይኮነን እቲ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል እዚ ገዳታት እዚ ንነዊሕ ዝፈተንዎ እዮም ኣብ ልዕሊ ሕቲ ብዙሕ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ፈልቲ እዮም ሓንቲ እታ ዝበለፀት ክትከውን ዝግባእ ዓለም ዝፅበያ ዘሎ ኣብዚ ናይ ዳቮስ ዋዕላ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዘሎ ናይ መራሕቲ እውን ብተደጋጋሚ ሲስ ፋየር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጠጠው ንኸጋጥም እስራኤል ዝጠጠው ንኸተብሎ እቲ ደብዳባ ብቓዛ ትገብሮ ዘላ ንሱ እዩ ተቐንዲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእልና ዓለምና እስራኤል ግን ንኣሜሪካ
انتهي لا تمسك. Benjamin Netanyahu is again rejecting international calls to create a Palestinian state when the war with Hamas ends. Former Premier Ehud Barak criticized Netanyahu, saying that his post-war strategy risks alienating key allies like the U.S. He also called for early elections in an effort to restore confidence in the government. CBS News foreign correspondent Chris So كم تريوا زلهم أمريكا بدحر مقارجة بفلنا بايدن administration نزي نتنياهو ناي two state solution فلسطين إسرائيل زبها الهجرة سلام زلون قن نخلوا على ملو زدقفو initiative نعوخة تكبر يتوعوا له إسرائيل جن كم زبها ليلن أمريكا تخون ولا قالوا تخون عين سمعنينا UN يزارب UN أنصارنا يخيد أمريكا أنصارنا تخيد أي قد سناني بمبال زينا تنياهو زبهال ما راح يزول له برايم مينستر مالتكم يبل كالوت ما راح تجن إذا سبزي كله اللي يبلوا له بإسرائيل مخنياته السبزي ناتو مهلاو يتسقم مخنياته سخونة كرداء سلزي دلي أبسط أنك نبرت خوين السبزي دما نحماس دم سيسك عود كوين كوت خلالو نعون تغيير خمان زقبل وي مثلا مخنياته بسنك تعبيت ناتون بسنك بدعناتون كايداناتون يوزنا إسرائيل كونتات أقاتي مزولو يزبها. Livesay joins us now from Tel Aviv. So, Chris, why is Netanyahu opposed to a two-state solution? And is this a sentiment that represents his entire government? And what are the views do we know of Israelis themselves? Well, it definitely doesn't represent the view of all Israelis. There are certainly a lot of Israelis who believe in a two-state solution as being the biggest guarantor of peace. But Netanyahu certainly doesn't see things that way, at least not right now. You know, he was a bit careful in his words, saying that in the foreseeable future, he doesn't see that happening. What he sees happening as being, at least what's paramount for him and his government right now, is the security of the state of Israel. So انتهي زبل زلو إسرائيل أبزوان زي ويكات نتنياهو نتنيا أمريكا تعويت أي قبلوني زلو مغنياتو نتهم حماس كابسورهم كندم سوم علينا زبل تهديد زلو زربا يزغا الأمانة تنصري على ملوت فلتة أبزوان زبا أفهم سلدي زاربون برنتهم هزبي دمسي سنة تامريت كحوسا سلز دل زلو ينتهم زبدما مسجد دي مسجلة تزاتيو كرحوام كابت حجر نتقاص زبها البوتا كونن ويم زلي زلو بوليتيكانياتنا إسرائيل دما بتدقاقا مزقلت ويو أب انترناشنال بيت فردون خصوصو لزلو كونتاتي. And winning this war, destroying Hamas, as they put it, as their primary objective. The rest of the country seems to feel the same way, definitely when it comes to their security. You have to keep in mind that this is a country that's still reeling from the October 7th attacks. I mean, this was a barbaric attack. There were beheadings. There was rape used as a... إذا زاربا زلت سمعوا لهم إذا زاربا بزعباتنا مدقعتنا حماس على شوعات أكتوبر كزاربا خلوا نتهم دحريهم تقاتلهم زلوا أسرع شعناي فلسطين كم أي قلت ومنهم إذا خابيز ما تيو عن فيديو لن كان زوجت نيرا كسب كندي التميديا حصوت كم زارب. Confirmation that the mainstream media is corrupt. We just got our clearest indication yet. CNN is now admitting that they have to get approval from Israel before they run any news pieces about the war in Gaza. Can you imagine that? So CNN, which purports to be CNN هذا ناس زخونة نيزينا حبريتا زبال زخونة يكون تزاربوا لك كم تزاربوا أن هزراهم كاب إسرائيليين أبروف مزجبر ويت ملختي سلازي كل تزاربوا سبت قتيلو خمسة قتيلو خبلو خلوا ما بزحت جزء زتفبرخة زربا مخانو كان استوعب كان كلام لنا سلازي نزي زربازي نخن سمعوا قديتا وني بلان ترجم وني بلون سلازي أبزيات مليسنا حنت لا ريتو انتهن رينا أمريكا خن تايتري ولا زكونتات إسرائيل بعلهم تفلتوا كيلو شعب اللي لهم مالون أمريكا إسرائيل أمريكا خن زكونتات زب خميت متوبعفهم بلبهم ديوم نتكونتات زدفولو زلويس ساكت نخمسلي لهم يوم سكان اسمع. Nancy, talk to us about how the White House is responding to this news that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is definitive in saying he does not support a two-state solution. Lana, they're kind of shrugging it off. You know, they said yesterday this is something they've heard before. It's nothing new to them that Netanyahu and his cabinet oppose a two-state solution. They say it doesn't change anything for them. They still believe, and we heard the Secretary of State, Antony Blinken, reiterate this recently, that the only long-term solution for Israel's security problems is a two-state solution. And that's something that even the Saudi foreign minister backed up in Davos this week with other... So, انتايم زبلو زلو بحفشة إسرائيل كم زي سمعوهم يفلتيهم مالت كم زي سمعوا من ناتهم تزاز كسمعوا كم زي دليون نا إسرائيل ما راح تنفلي نتنياهو نتهم كابيناتون تقبلوهم كم زي دولي تردي وما الأربعة حمشة زخيرة مالهم تهدم تزارباو سلازة أمريكا بعقمي إسرائيل كت جددا عقمية بالله وتهدروا عقمية بالله كتبا عقمية بالله يكوننا نبزلنا بتهم ما راح تناتهم كجبرو دليت يبلو من عقمية يبلو من ما راح نفسه كفلا بريزنتنا أمريكا أنصار إسرائيل سقوم تخجبراي كلني مهنياتو بتحر مجارجة نتهاجر إسرائيل كم زوروا زبس حسب بتحي وزول كنا تاسل زخني سلزي ولا كنت تكون نجر
ዝባሃል ዘሎ ተኾነ እስራኤል ምስቲ ጎረባብታ ብሰላም ክትነብር ተኾይና ምስ ዓለም ሰላም ክትነብር ተኾይና ነቲ ዓለም ሙሉእ ሸምጊሉ ዘብፅሖ ኩነታት two state solution فلسطين ናይ ነፍሶም ሃገር እስራኤል ካ ናይ ነፍሶም ሃገር ብሰላምን ብፍቅርን ጎረባብቲ ኮይኖም ዝነብሩሉ ንዑ ክትቀበል ኣይደልና ነዚ ከዓ ተቐቢሎም እዮም ነይሮም ኣብ መንጎኦም ሓሳቦም ቀይሮም እዚ ከዓ መጀመሪኦም ኣይኮነን ብኣፎም ሕራ ይብሉ ኣብ ተግባር ግን ኩሉ ግዜ ብግምጣል ክሰርሑ ባዕሎም ደብዲቦም ባዕሎም ጨፍጭፎም ጭጉራፍስ በዓል ሃሪማ በዓላቱ እው ከም ዝበሃል እዚ ኩሉ ኩነታት ዋላ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅኡ ዘሎ ብሰንኪ እዚ ዓንዳራ ካይዳ ናይ እስራኤል እዩ ምክንያቱ እስራኤል ተተቀበሎ ነይራቱ ኩነታት ነቲ ሑቲ መጀመሪ መበገሲ እሱ ነይሩ ሑቲ ትማሊ ኮኑ መፅኦም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቀደም እዮም ኣብኡ ዝነብሩ ነይሮም ክዓፅዎ እንደዘልዩ ቀደም ገበርዎ ነይሮም ሕጂ እውን ንፁር መልእክቶም ምዕራባዊ ሚድያ ሓሳስዩ ነቲ ኩነታት እምበር ንእስራኤል ምስ እስራኤል ርክብ ዘሎ መራኸብ እዮም ኢሎም ጀሚሮም ሰምስርሖም ድሕሪኡ ድማ ኣሜሪካ ስለትድብድቦም ዘላ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ድማ ኣብቲ ሊስታ ተወሲኸን ኣለዋ ተን ካልኦት ሃገራት ናይ ራሻ ይኹን ናይ ካልኦት ተኺለን እየን ዝሓልፋ ዘለዋ ፀገም እውን የብሎምን ስለዚ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ከይተናገረና ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና world leaders. The U.S. has argued that if Israel wants normalized relationships with the Saudis, with other countries in the region, then it is going to have to embrace a two-state solution at some point. See, families of American hostages still believed to be in Gaza met with White House officials yesterday. What can you tell us about that? Well, you can only imagine how heart-wrenching that meeting was, Elaine. We're now at a... So, بحفشة تي مستقرا بتاع عرب تبوظ خنا زمدنا كل وكم سعودية دي مسكالة تغينو ساعتهم تي ناي two state solution أو استمرتك خوني مزدليو كاوت زي تغينو جن بزح وتسيد كم زي كل يوم زنا جرو زلو وتم جهات تحيزهم زلو سدرا بيتهم أنصار نتانياهو سلام وصل في جيرهم نيرهم سلام تاي كابتي حتى تحيزهم زلو نخيوتس جبر زلو إذا من محضرنا إسرائيلي نت على ملوت دليل زلا مقرأ تخصص دز جبر نيرو أتم تتحيزهم زلو مسجار بتفترة نيرو جن نشاطهم نخيد حنس جبر زلو مجلس إسرائيلي بمقبر أتم بالسدرا بيتاتنا أتم إسرائيل عبس على ما وصل في جيرهم نيرهم أفكار سب ذكر هو أي كولونيوم زيهم مغنياتو إسرائيل مشفان قدام يسرحب سلو زخانة انت كن رينا حجي زم حوت زبحالو نزك إيه بحري بس بيصم زلو انت عينت وتهدر وعاقم له مسكن نشتي نرأي نشتي حدا خلت كن رينا مغنياتو قربيتنا هم خانم قال لنا قركم فلت لزلنا بزح بزعبه ومثل الزرب زلو And how powerful are they? The Houthis are called Ansar Allah, or the supporters of God. They govern most of Yemen and are widely popular in the country. The Houthis are practitioners of Shia Islam, and for years they've been fighting against the Sunni-dominant neighbor Saudi Arabia. And throughout their fight, the Houthis have been supported and funded by Iran. The slogan of the Houthis is, Allah is the greatest, death to America, death to Israel, a curse upon the Jews, and victory to Islam. So, كم زدري وزلهم أزياتهم زم حوت زبحالو أمنتي أمنت مسلمنا شعا زبحاليهم قربيتهم سعودية دما سوني ايو سلازي زيهم كل تكفالنا مسلمنا امنوي حوان رسمي ام زنبرو سلازي كم كفالنا تو دما نوي حوان مس سعوديه مسكالوتن اب قالتيهم زنبرو جن ازيهم حيالات زب دمايم قال بروفيسور محمد حسن اثيوبياوي سكولارز قبر انترفيو على نوحت نبح زاله تاريخ ماتهم كسب تدليهم كسب كندي حيالات مخانو زخون يكون حجر زخون يكون جزاءتون بغليلو كعوت لهم زي كل زنبرو ناي وجه نوح تاريخ زلوم يوم نوح سلطانة ناي سلطانة ونوح تاريخ زنبرم يوم عبد الحريج بتعريفه منبر نوع قديفنا حجي انت عينت وتهدر وعامل له ميكرينا كنري معناته أمودتا قربيتنا سلوزخونه Their ideology is رحنا تمدما انصر الله مالتنا يملأ صراويت مالتيو موتنا أمريكا موتنا إسرائيل عوتنا إسلام لازم ديق زبالة نتصور زخونه ناب إسلاماوي أمنت زتو كوري قال سيز اللوم إذا خبها الكلوجن بتناتهم أسلمنا تبجيسهم فلوي نجر ورار زجبروا زرعنا هي بلنا ويكاز ترايلن بحفشة أبز حلفة كندي عمتها تملس كتاريخا كل جزء شكونا تعدوا ميزلهم مبزحت جزء ورا ارتحيلات تعدوا مزيوم شجر فترة لامبر بيجاك مسير ترازنا بريناي حنش كونتات تاريخا مسجروابتي مسجوبتي مسكالي زسمع نجري لنا أبتجروابتنا عربجن there is always a problem especially in Yemen إنه ويحوان أبكالسن متفنان زنبريهم بسنك زدما مسنا إيران تبغ زدنا لهم إيران ناشئ هايمانوت حجر سلزخونة زياتهم دمام سومالهم كل تازوارتهم كويد مات quite threatening. So how strong are the Houthis? The Houthis call themselves the armed forces of Yemen. They have almost 100,000 troops, including paramilitary forces. Houthis have about 50 tanks and 40 artillery guns. They have almost 40 naval vessels, most of which are high-speed boats. The Houthis even have an air force with over 50 fighter jets. It's mostly old Russian. So country was لهم انتهلهم كسب 100 زخون سراويت كم زلهم 5 زخون تانكات كم زلهم 4 زخون ارتيلري جانس مدافع مالتيزي
أربعة نافال فيسلس أربعة كمزين بقولت أفزخدا جلابو عينة حيل بحر مالتيو 5 فايتر جيتس 5 زخنا نفر تقينات كابنا يقدم موريل زنبراين هاجر كلوز غزوانيم اكو من ما اكسبيرينس غوريلا فايترز اب غوريلا زي حبيكا ويكا فيت كم عب جنبار زي كنت حبيكا متقعتي ازيوم حيالات برتعات المخانو يزنقرلو Russian aircraft and America's F-5 jets that Yemen bought decades ago. But years of fighting have made the Houthis specialists in asymmetrical and guerrilla warfare. And with the help of Iran, they have acquired smart and long-range weaponry. The Houthis have been waging a proxy war on behalf of Iran for years. The aim was to destabilize the West Asian region and reduce the influence of Saudi Arabia. In the years of fighting, the Houthis learned to fight well. The rebels have copied Iranian weapons and made their own versions. The Houthis now have long-range ballistic missiles, short-range cruise missiles, and a fleet of attack drones. The number of missiles and drones remain unknown, but some of the weapons that the Houthis have are better than many militaries. And this is all thanks to Iran. The first is the Shahab 3 ballistic missile. It can strike targets up to 2,000 kilometers away. Then كم تريو زلهم تدرجا زلهم أزوار حركة بتم باليستيك ميسايل سناتهم كسب 3 كيلومتر رينج خيز غليو كمون جايتو كال شحن 300 كيلومتر خيز خلالهم شحن 500 كيلومتر خيز خل ميسايلات ونالهم سلازي نو اتاك درون كسب شحن 500 كيلومتر خيز خل اللوم كروز ميسايل شحن 300 باليستيك ميسايل دما كسب 3 كيلومتر خيز غليو سلازي بتخكل بتزلوهم ميسايل عغمي أبي يرتراون تقام تتغيروسي كتقعزقل كتقعزقل عغمس كم زلوهم يو كبتعزقل نبي يرترا وتهدروا عغم خم زلوهم يزفلات مالتي. There's the Quds 2 missile, a cruise missile with a range of up to 1,200 kilometers. There's also a large fleet of drones that the Houthis have. The most trusted kamikaze munition is the Samad 3. It has a range of up to 1,500 kilometers and has proven to strike targets with accuracy. The Houthis and their weapons have become a menace for commercial ships in the Red Sea. And why is that? كم تريو زلهم زنعاق عقمي كونن يزلوهم سلازي حدقنيا كون زخل عقم كم زلوهم درو أم مراقب زرعيو نتمسمر ملو أم معصاو دما قليل كم زي كونه مجذاب يدلي سلازي نتمسمر نايك بحري حدا عبي مسمر ناي نجلي بزي كلمله تطو كم زبلن سرحو كم زقارصن بمغبار حسابابي بتصحهم كم زتقعو نمجنزابيه اللي داركاتي حلفوان أنا تير ولوتي عقمنا متقعتنا تومن نتبقى بحرام مكوصارن سو نزيك قبرو عقمي بوم زلو دما اتي افتك بحري سلازلو ابتا اگداسي بوتا ناي نجد سلازلو بقليلو بزلكا بزلوم عبوت هدرو عقمي كونن كم دراهم على امريكا ودا درزغ عقمي كونن جن بتزلوم استراتيجيك بوتا تدقيمم تقمت بموساد يمنتي نقدنا حلم تتوابيلو مزلو حجي نابي كن كيدنا الذكرتات زي أبي أوروبا بخمي ترجم الله نايني تحدى مثلا كعطاو تشينير شعود ما ناي سويدن كن ريناس زي أقدر أسحب ريتا يسموه. Water you need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things, but it starts there. إذا ناينيتو وتهدروا أزازي وانتهي بلالو أبجزاهم ما يكلوكم الله باترن لامبادينان كلوكم الله قال مقبل كلوكم الله مثلا سنشدشن ساعات كتصنح زخل أبجزاهم كتعورهد كل لكم كتقومت كل لكم لذي انتهي مالتي زي الجي سلامتايكم بلالو سمعوه. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. So انتهي زبل دلو نزمت أسرع عمت اتدلن نزنابرنا سلامنا أوروبا رقصنيا يكونناكم سلام كلونا زين نيتو حلافيكم زبل زلو سويدن أكلنا نيتو تخونا لا فنلندا أكلنا نيتو خينا لا أبزز حلفة مع التدمان جيركم نيره متأنا سفح. Now, apart from Baltic states, these are seen as some of the most
fighter jets, helicopters and drones, and at least 1,100 combat vehicles, including 133 tanks, 533 infantry fighting vehicles are going to take part here. Now, during the second part of the Steadfast Defender exercise, a special focus will be on the deployment of NATO's quick reaction force to Poland on the alliance. So, ከም ትሪእዎ ዝነበርኩም ወታደራዊ ምድላዋት ናይ ኔቶ ክሳብ 9,000 ሰራዊት ዝሓዘ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እዘን ሃገራት ባልቲክ ሃገራት ዝበሃላ ጎረባብታን ራሻ ማለት እዩ ንኣታቶም ኣብ ከመይ ጌርካ ንዓንከ ተጥሕን ትኽእል ዝብል ወታደራዊ መናውራ ናይ ኔቶ ዛዕበየ ወታደራዊ ምስ ዓበይቲ ወታደራዊ ኣፅዋራት ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ ራሻ ክንዋጋ ንኽእል ገለ ክመፅእ ክእል ጥንቃቐ ከድልየና ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ኤሮፓ እቲ ዝነበሮም ሰላም ክቕፅል ዲ ኣይቅፅልን እዚ ከዓ ክንሪኦ ዘለና ራሻ ክዋግዎም ስለ ዝደልዩ ዘለዎ ይኮነን እዚ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ ውግእ ክጅምር ይደሊ ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት እዚኣ ግዜ ተረኺበ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ነይሩ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ከም ብሓድሽ ሓይሊ ከም ዝህልዎ ምግባር ሓደ ካብቲ ስራሕ ናቶም እዩ ኣብ ስዊድን ከንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ እስከ ስምዑ ካብኡ ከይወፃና ካብቲ ሓበሬታት ከይወፃና you will listen here a very important information so let's listen here sorry Sweden did not fight the world wars. It declared neutrality. It hasn't fought a war in 200 years. But is Sweden going to war now? The answer is yes, if you believe the country's top defense officials. They have issued a warning that war could come to Sweden and that the residents must be prepared. The announcement has left citizens spooked. They're overwhelming hotlines, panic buying food, looking up bomb shelters and slamming the government. So is Sweden really going to war or is this just fear-mongering? And how will a country that hasn't seen conflict in 2 centuries deal with it? Our next report tells you. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ስዊድን እቲ ህዝቢ ንውግእ ክዳሎ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ መከላኸሊ ክህልዎ ከም ዘለዎ 200 ዓመት ውግእ ዘይረኣየት ሃገርሲ ኣብ 2024 ንውግእ ክዳለው ከም ዘለዎም ይንገር ኣለዉ ዋው ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኤሮፓ ምዝኩሉ ዲፕሎማስን ብላብላ እናበሉ ነዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሻ ክፈትሕዋ ከም ዘይክእሉ ይገርም ኣሎ ان بتدጋጋሚ ከም ዝራናዮ ብወገን ፑቲን አፍሪካውያን ሸምጊሎም ከማን ስጉምቲ ከምፁ ይኽእሉ ነይሮም ሰላም ከምፅእ ፑቲን ከም ዝደሊ ነጊርዎም ነይሩ ነቶም ሸምገልቲ ኤሮፓ ግን ሰላም አይደልን እዮም ዘለው አሜሪካ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ሸድሪኻ ሰላም ስለ ዘይትደሊ ዘላ እምበር እቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ጅምር ምስ ኣበለ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንሰላም ክገብሩ ኣብ ቱርክ ተፈራሪሞም ነይሮም ወረቐት ናብ ስምምዕ ቀሪቦም ነይሮም ምፍራብ ከይትፍርም ኢሎም ስለ ዘጠንቅቆ ጥራይ እቲ ናይ ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን እቲ ውግእ ክቕፅል ኪኢሉ ሕጂ ድማ ረይዎ أكيد نتزول السلام خفت زفتنو نبز كده وجه كنكين نخلينا وتحضر مدلاوات رأي ومجي انت عانت مدلاوي. On January 8th, Sweden's top defense official had an ominous warning. He said there could be war in Sweden. Carlos Koblen's statement left the audience stunned. A new warning came just days later. It was from Sweden's military chief, a man named Mikael Biden. He says all Swedes must be mentally prepared for it. In 2022, war came to the borders of Europe. Russia invaded Ukraine. 695 days later, the conflict brews on. It left the Nordic nations spooked, given their close proximity to Russia, so they opted to join the military alliance NATO. Finland became a member last year. Sweden could this year, and it hoped that would be enough. After all, Sweden hasn't been militarily aligned. So, دحرتو كنتات روسيا يوكرين متقعة كلت هاجرات فنلندن سويدن نحوار أبنيتو كعاتو زي دليل زنبرو كم زعاتو تغيرو سلامتا اسك أبنيتو متاو مخصب زلو نيتو زعاتو هاجرات بملن كامنا أمريكا كامباين تاتراي تغزا سلز قدادات وار أمريكا استراتيجيناتا بتعمي وصيتاوي ናይ بحق يوم نزوم أوروبا مسارح ናይ استراتيجيناتهم ዝገብርዎም ዘለው በተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘለው አካይዳ ድማ ኣብ መወዳታ ኤውሮጳ እዮም ዝኸስሩ ዘለው ስለዚ ነቲ ናይ ኖርድ ስትሪም ክልተ ፓይፕላይንስ ወይ ከዓ ሻምብቆታት መስመር ናይ ነዳዲ ዝነበረ መስኖ ዝነበረ ካብ ራሻ ንዕበግበግ ኣቢሎሞ ሎሚ ነዳዲ ዕዳጋ ኣብ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ነዳዲ ንዕዳጋ ተቕርብ ዘላ ኣሜሪካ ምክንያቱ ነዳዲ ስለ ዘለዎ ውሽጣ በቲ ዝኸበረ ዋጋ ድማ ቅድሚ እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ራሻ ነዳዲ ታሕቲ ነይሩ ዋግኡ ነቲ ውግእ ገይሮም ንላዕሊ ከም ዝድሂብ ገይሮም እቲ ነዳዲ ስለዚ ኢቨን እተን ሃገራት ዓረብ ካስባላ እንተልኩም ሃገራት ዓረብ ኣሜሪካ ከም ሃገራ ተቆፅረን ምክንያቱ ነቲ ነዳዲ ናተን ብዶላር ስለ ዝሸጥኦ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣዝያ ነገደስቲ ሃገራት እየን ስለዚ ኣብኡ ቻይና ንኸይተኣቱ ትገብሮ ዘላ መናብራት ትሪእዎ ኣለኹ ስለዚ ኣሜሪካ ነዞም ኤውሮጳ ተማሂርና ኢና ስልጡናት ኢና ዝብሉ መሳርሒ ናቶም ገይሮሞም ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ከመይ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ንሽተይ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ because ናይ ብሓቂ ዝሕዝን aligned for the last 200 years. So it was a tough choice, but a necessary one for the country. But its NATO bid is stuck. It hasn't been approved yet. Sweden needs a green light both from Turkey and Hungary, so it could take some time.
But the warning from the defense officials has left the country spooked. There's panic buying and frightened children. And a fierce debate. Zu Nachrichten aus der Wirtschaft. Die Investitionen in Deutschland werden weniger. Experten sprechen sogar von einer regelrechten Investitionsflucht. Valerie Haller an der Börse in Frankfurt. Was hat es mit dieser Entwicklung auf sich? Deutschland hat schlicht und ergreifend als Wirtschaftsstandort in den vergangenen Jahren schwer, beschlägt das Handelsblatt heute mit einer Studie des So, time ዝብሉ ዘለው ጀርመን ገንዘብ ኢንቨስትመንት ካብ ጀርመን ሃዲሙ ናብ እስኪ ኸይድ ኣሎ ዋው ሰርፕራይዚንግ ናብ ኣሜሪካ እዚ እንታይ ዝብሉ ዘለው ገንዘብ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ኣብ ጀርመን ኢንቨስት ክገብር ኣይደልን እዩ ነዳዲ ክቡር እዩ ገለ ክቡር እዩ ስለዚ ፋብሪካታት ክሃንፅቱ ኮይኖም ኣክኒ ጀርመን ዝገብሩ ንኣሜሪካ እታ ዝበለፀት ደስቲኔሽን ናይ ኢንቨስትመንት ስለዚ ገንዘብና ብክንደይ ቢልዮን ምናልባት ኣብዛ Instituts der deutschen Wirtschaft. Gründe gibt es viele. Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, zu wenig Tempo bei der Digitalisierung, schwerfällige Bürokratie. Die Folge, noch nie ist aus Deutschland so viel Kapital abgeflossen wie im vergangenen Jahr. Ins Land kamen 11 Milliarden US-Dollar, gut 142 Milliarden wurden im So, Reiwa, ክሳብ ክንምንታይ ገንዘብ ይኸይድ ከም ዘሎ ክሳብ 142 ቢልዮን ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ዶላር እዩ ካብቲ ሃገር ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ they are losing big time. Das ist ein German Report. Ausland investiert unterm Strich ein Kapitalabfluss von fast 100. ስለዚ ካብ ዝመፅኦምን ካፒታል ናብ ዓዶም ኢንቨስትመንት ዝመፀን ዝኸደን ከወዳድሩ ከለው ኔጌቲቭ 131 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ገንዘብ ካብ ጀርመን ናብ ካልእ ሃገራት ከይዱ እዚ ገንዘብ እዚ ካፒታል ኣብቲ ዓዲ ኢንቨስት ክኸውን ዝግብኦ ገዲፍዎም ይኸይድ ኣሎ this is ናይ ጀርመን ሪፖርት yani 132 Milliarden Dollar. Besonders stark sind die Direktinvestitionen aus Europa eingebrochen, aber auch deutsche Unternehmen legen ihr Geld lieber im Ausland an. So fährt BASF beispielsweise sein Deutschlandgeschäft runter. Gewinner übrigens sind die USA, der ዝኹሉ ገንዘብ ካብ ዝኹሉ ገንዘብ ዝያዳ ትኸስብ ዘላ መን ኢላትካ America, of course. They play them really well. በጣም ጽቡቅ ገይሮም እዮም ጻቱሎም ዘሎ ንኤውሮፓ but ብምርጫኦም ስለ ዝኸውን ዘሎ ወልሓንቲ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ይመስል እቲ ኩነታት again ስዊድን መጠንቀቕታ ይባላ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮፓ ትነብር ዘለኻ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ውሑስ ክኸውን ኣይኮነን እቲ ህይወት ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ እዩ ዘድልየካ ድሕሪ እዛ ናይ ኤርትራ فيديو كريكم كفتني مجمريا جن مزناي نشتي أبزع فيديو ناي حيل بحرنا يرترا زقبرو ممكن خان حلوة خنرينا وأنا خاني معرب وقت مالتي إيه بحري أنا قبتم برجع عالم جيوبوليتيكا وأقامتهم جغرافيا وأقدام ኤርትራ ኣብ ድሕነትን ፀጥታን ቀይሕ ባሕሪ ንሕሎ ካብተን ዓብ እጃ መንዘል ዕላ ሃገራት ሓንቲ እያ ተራ ናይ ኤርትራ መወዳደርቲ የብሉን እዚ ቀይ ባሕሪ ማለት እዩ ሕፅርቲ ማለት መወዳደርቲ የብሉን ኩሉ ጤንያ ፍሪ ዝኾነ ከባቢና ማለት እዩ ኣብ በዓል የሜን ዘሎ ከባቢ በዓል ስዑድያ ዘሎ ከባቢ በዓል ግብፂ ዘሎ ከባቢ ኩሉ ስለንፈልጦ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዞባና መወዳደርቲ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ውሓሱ ያኒ ኩሉ ኣብ በዓል የሜን ዘሎ ዝገምገምናቶ ኣብኡ ዘሎ ብሓፍን ኣብኡ ዘሎ ብካላት እቲት ወፀረ ማለት እዩ كاني ما حد قاعد تقاطع أبزي كاروت مالتي دري خلنا التلفزيون وكل الكاترين مالتي كرسانة صقها يقولوا بوقت حالك يسكتها كابز خالوت أبزاك اللي ناتنا أبزاك أي بحرين هنا يعني شحن كتبيت إنه زي ما يدي يقولوا ذنب بحر لنا مالتي حتى نقدر قاعد ما تفلتني سافيتي حتى نقدر سافيتي أي قاعد أمن ناتو كم دعوة يقول فوق مالتي أعطى حال أنا مسكوابين ولا نركبات مسكواباتنا زرع عليه مالتي سلزي جامع إرترا أي بحري مواد دركي يقولون بحرنا قاعد بقدر مالتي بقدري بزربة يكون بقدر دري أنا مالتي كم سنة ماذا حالي يفلتني أي بحري مسكوابين بزح شجرات يشجرات دقاتهم بزح كتراله أبزنا يكون إذا كارات بعد يومين يكون ولا زن مع السعودية في دماغ بنات مالتي ما عادش قدر دقات سبعة ولا أربعين دقيقة بس هو ما قد كفيت كلها أتذكر بوتين مالتي أبزك لنا نادم وإذا ناير تراوي زكوابي ويتي نحن ونبحري نبحكي صريته صفته أزيد عليو سلذي ولا حنت بزعبة كساعة جهاني دقات من شجر يلن إزخاني هيا تعرف كيف رزلي مالتي ترى نير تراخم موادرتي يقولوا بتاعي وسجور ربطنا خون أم حلاو خون أبصريته خون أكون مكتر حيل بحري أبزق ما قلت ليش بحري ما زين زبون أنا يدك حيري سجار حجي بس إنك صح كاسي نياتو
أتي حاجات مثل هاد تحيل بحري تعرفت تخكازلو مثلا هذا نسوك جزيز البحر وتعزون النبض كذا ناكايد صفا كذا سرعنا سزلو سرعي فوق أكيد المكتارو زكاة كأنه بعثوا الناس لحظة إزقنا ونيلا إذا سقيت ونزحل أبصر ثلاث بزي هذه تروح هذا له كسر يوفر كسر وفير جي مسكنة سماوات يا كساكني نمحل واقع خمس خفل قاليو سوم الجبر مسي كنا تاتي الموضوع الحبريتات ولا تي زقات ولا مالتي سوم الجبر سوم أو تصويته تي تسيتات مالتي لا يسوي المشاكل في صغيرة أو في أني قاليو كنت سوم الجبر قالي عساك الجبر أبو وسان بوتا مالتي أكمزي وخلد نتي ويكتي بوتانا ويكتي كلنا مالتي وحس قوكم دلون الجبر سلذي ومسرته نزي كلنا نقطع مالتي أبز خورة وان ليتي خون أتيخون كاترين مالتي سلذي زي بزي برسنت مالتي أبان إيش نقدر نحرق قديم إيش نقدر مالتي أبزي بزي زقات ونقرأ ملاي مالتي ملع ملنا فتأنا جل قلوان أبزي كنت فات مالتي أب ساعات ثلاثة حمشان سوار بعد هذا مالتي زي فتأنا زيادة وشتي سكنتات مالتي تكون صدق بونس وتروسد سلذي أب تحشي أبز تأمن درجة هذا لنا هون نقبل كعب مثلا لنا المقتال بحر خاني وجلتاتنا وزبدلوا مأخذ مالتي ليتم أثر المقاتل هذا حقنا لأي حاجة جميع المراكب أي حاجة في أوساخ يرموها في البحر أشياء غير قانونية يرتمي في البحر لجميع الأشياء هذه نحن ليل نهار وشغلنا طرقات جاي أبيت عند مصندق كافيني كمان لازم يجي إنهن أجند كاندو إنن تو شغل وما أنت أباي جا لقى وني دوا سلازي بوز ما سي سلازي خنا كلنا سلن فلطو سلازي نبحرنا كي بكل نبحرنا زخون النجر كي مس زخون زيت اللي أنا بعدي نخي أطولنا ببحرو أنا كهال خال مالتي سلازي نسوي قاتي كندي حلو أنا زلوا مالتي سلكت كذي نهرم نوزك في ساعة تنعيد ولا كذقنا نخل بحر سرد مع عسكر هلي وخين ببناته نقطنا يمكتل له دعوي حي بحرون نجداروهن يمكتل ببنا يذهلوا وهذا عند له نقدر سوا تحروا قابل له سلازي خون نزي دك إذا حد يريله يحدك إذا ما نيك أحسن قيد الحري نساعدات سلازي كل شيء كله تحت بحر ولا هذا بس تحاجزهم نشوف مو سيستم ده بحر بحر كله تحاجز له نزع عيني زي على حاله يزول دك إذا حد يريله بعد تحت بحرها توهيوت الجماعة أبتي تبزي توهيوت العمات دك إذا حد نياته أحسن من بحري بحرنا خير بكل بحرنا قال خير جت بحرنا خير كله أنكم البحر بسماء كمان يعني كاتب كل حاجة هذا بس كابينا بمتسع كابينا نزم بيها أيراتهم البحر مراقبهم كل جزء في الحلوة يعني أيوة شباب هاني مراوضان سو كم تري وزلهم حياتها دك إيرترا نت بحري بوحس كم زكلا خلوه يكلا خلوه مهلاهم ترى ده كونسي كم زكلا خلوه أنا بمفلاتهم دما زيادة حق وسس معني معناته هذا جزء إيرترا نتيجة جبر سرح نتيجة جبر في عميتاتون بتخكل أي نجرونيوم بجبرون برا أي نجرونيوم لازم من جارك عقد السنة هلو بزحز بخاب دقة زين برتقينو نتي أبي إيرترا زكاتم زلوا عب كبابيها زكاتم زلوا سمع أنت له بخميت ناتنا خاو كنتات كميه اللغوني لك حاسبن كنا غنسلازغل كم زعينة فيديوهات حبريتان قبل بي نمزجن أم تعمل تبقى صراحة كوين تسمعني نتهم كم واجاز خفرز اللغة I hope بجزيو نعاتهم زمتن قبل ملسك وهابومن كحسك وهابومن كلنا تمنيتي مثلني كم زمثل زقي بحري بتعمي تأنفا في بحريو بزح شجرن بزح بدهوت هذا اللي ويجن of course زخانة أجاد ما بزي بده هي كونيو أجادات تلقى نمكل خالو نمو حاسون كل جزء بده خم زخانة بقمت علو مرداي لي فزي مثل أوروبا نتاي كم مثل نادخلات الكتب عبالتات كم سألكمي أنا I hope كابز نجارات زي قال نجار زعمنا حبريتا وشيدنا خنكون مهنياتو أتكونتات كم زنوريو زلنا ناخوني زخيزلو نفس وقفنا دماء نتكونتات ناتمتنا كنت كمالون كنا مهارلون يمحتن لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم دقف ناتكم ريتو قدفو ناس فيديو نابكالوت كم زبطة جبرو نابلكو نايلو مارس تابز خودي أبكال عرسك ساب نرخب دحوم كورب لكم تطبقوا أبزوان الزي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أبكال كرنعنا عالم يتفشون بانكرابت يخونون اللو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونا أبستفل علي بانكتات كان سجاجرو يمحتناكم كالاي جنزبك أب بانك ولا بزح جبرو دامبر أو قف بمبال تقمية بلون سلازي أبستفل عليه أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينت كم بعل وركون إنفست هم جبرو كن كلا لنا
ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጥቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.